مين فينا ما نفسوش يذاكر اناتومي وهو جوه المشرحه شايف كل حاجه بعينيه، او جوه سيكشن الكليه ماسك السكيلتون بايده وعمال بيذاكر عليه لوحده؟ تعالوا نتعمق مع بعض ونذاكر ونفهم اللور ليمب ونعرف كل حاجه بتسميها ايه وليه بكل بساطه، باجواء المشرحه وبسكيلتون باين عليه كل التفاصيل. وهنبدا في الفيديو ده باللور ليمب، يلا بينا. اول بون بنبدا بيها يا دكاتره في اللور ليمب هي الهيب بون. احنا عندنا تو هيب بون، واحده رايت وواحده ليفت. الهيب بون هي اللي بتعملي البلفس، هي اللي بتعملي الحوض مع السكرم. تعالوا نشوف كده الهيب بون عباره عن ايه وبتتكون من ايه. ده شكل الهيب بون من جوه، وده شكلها من بره، وده شكلها من ورا. تعالوا بقى ناخدها ونعرف عنها التفاصيل بتاعتها كلها واحده واحده. اول حاجه لو انا جيت بصيت للهيب بون، الهيب بون عباره عن ايه؟ الهيب بون انا شايفه ان دي عظمه كبيره، يعني انا لو جيت قارنتها مثلا بالفقره دي هلاقي ان هي عظمه لارج مش سمول، وفي نفس الوقت هي بون irregular، هي مش متساويه في الشكل بتاعها، هي مش دايره مش مربع مش مستطيل، لا هي بون ايه irregular. الهيب بون دي عبارة عن عظمة بتتكون من اتحاد 3 عظمات. ده شكلها قبل الاتحاد، ده شكلها واحنا أطفال صغيرين. تمام. بس طبعا ما بيبقاش فيه كل الجاب دي ما بين العظم، بيبقى فيه ما بينها مثبتها كارتليج. الكارتليج ده اسمه تراي راديات كارتليج. لما بوصل لسن 15 سنة بيبتدي الكارتليج ده يحصل له اوسيفيكيشن، يتحول لعظم، وبالتالي العظمة كلها تتحد وتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، اللي هو ده الشكل اللي بنبقى عليه من سن 15 سنة. طيب ايه هما الثلاث عظمات؟ اساميهم ايه؟ عندي الجزء اللي فوق ده اسمه الإليم، والجزء ده اسمه البيوبس، والجزء اللي ورا اسمه الاسكيام. تعالوا نوصف اماكنهم. انا عندي الجزء ده اللي هو الإليم ده الجزء الابر، تمام، وفي نفس الوقت هو اكبر جزء فيهم. وعندي الجزء البيوبس ده هو موجود من تحت، بس من تحت وقدام، ده البيوبس من تحت ومن قدام. يبقى لما باجي اسميه بقول هو الجزء الانفيريور وانتيريور، يبقى هو ده من تحت وقدام. والاسكيام هو الجزء اللي من تحت ومن ورا، يبقى هقول عليه الجزء الانفيريور والبوستيريور. مع اتحاد الثلاث عظمات اللي احنا قلنا عليهم دول اللي عاملين لي الهيب بون، في حاجتين اتكونوا. عندي حاجة اسمها الاسيتابولم، وعندي حاجة اسمها اوبتيوريتور فورامين. الاسيتابولم دي شبه الكوباية، فبسميها ديب كاب شيب، هي كوباية وعميقة من جوه، انا عندي هنا في عمق من جوه، فانا بسميها ديب كاب شيب. هي من بره هي لاترال، بصوا اهي. طيب الدايركشن بتاعها ايه؟ يبقى هي كده lateral، وفي نفس الوقت هي باصه لتحت فهي downward، وكمان باصه لقدام فهي forward. انا عندي من الشكل ده انا لامحه الاسيتابولم، فهي كده forward وفي نفس الوقت باصه لتحت downward، وكمان في اللاترال سيرفيس بتاع الهيب بون. عندي الجزء الاخضر ده في الاسيتابولم بسميه ليونيت سيرفيس، شبه الهورس شوز شيب. الجزء ده partly articular. وعندي الجزء الغويط قوي لجوه ده بسميه acetabular fossa. fossa جزء غويط في العظم، جزء داخل لجوه، فبسميه acetabular fossa. الجزء ده partly non-articular، وكمان رف، خشن، الملمس بتاعه رف. اما الجزء ده بسميه الاوبتيوريتور فورامين، دي عبارة عن لارج جاب. اللارج جاب الحدود بتاعتها دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن البيوبس وعبارة عن الاسكيم، الاتنين دول هما اللي بيحوطوها وبيغطيها من اسمها اوبتيوريتور ممبرين. الغشاء اللي بيغطيها اسمه اوبتيوريتور ممبرين، بس بيغطيها بشكل incomplete، بيبقى فيه نارو باسج، في ممر صغير كده بيطلع منه حاجة اسمها الاوبتيوريتور كانال. طيب تعالوا نوصف الإليم بالتفصيل. أنا عندي الجزء اللي من فوق ده اسمه إلا اوف ذا إليم، وعندي الجزء اللي من تحت ده اسمه البادي اوف ذا إليم. يبقى أنا عندي الإليم بتتكون من جزئين، الإلا والبادي بتاعها. الإلا ده شبه الجناح، والإليم كلها شبه البليد. في أداة كده هتاخدوها بعدين في المانوال اسمها بليد، بنستخدمها في ان احنا نفك تريجر بوينت. الإليم شبهها شبه البليد، يبقى واخدة البليد شيب. تعالوا كده نشوف الشرح بتاعها. يبقى هو بيقول الإليم ده واخد البليد شيب. البليد شيب ده موجود فين؟ موجود لاترال للسكرم، احنا كده هنا لاترال للسكرم، تمام.
بيتصلوا مع بعض بيعملوا لي auricular surface. يقول لي الإليم ده موجود فين؟ ده موجود superior فوق البوست بيوبس اند اسكيم، هو موجود فوق البيوبس اند اسكيم. قلنا بيتكون من حاجتين two main part، البادي اللي هو الكربس الجزء اللي من تحت، والوينج الجزء اللي من فوق اللي هو الإلة. البادي ده موجود فين؟ البادي ده موجود كودال بارت اوف ذا بون، هو موجود كودال، موجود في الجزء اللي من تحت من الهيب بون، وفي نفس الوقت هو أصغر من الوينج اللي موجود فوق. وكمان البادي اللي هو واخد جزء من الاسيتابيولم والليونيت سيرفيس هما اللي بيشكلوا لي السوبيريور بارت من الهيب سوكت. الجزء اللي فوق اللي هو الوينج ده bigger than البادي، هو اكبر من البادي. وفي نفس الوقت هنا فوق في حاجة اسمها إيليا كريست. إيليا كريست ده جزء عريض، بصوا شايفين العرض بتاعه عامل ازاي؟ فهو ليه outer surface وليه inner surface وليه سطح كده في النص اللي هو in between، بسميها intermediate area. يبقى انا عندي الاريا كريست ليه outer surface وليه inner surface وليه intermediate area، والجزء الاوتر ده فيه elevation كده، في حتة عالية بسميها tubercle of the iliac crest. عندي هنا بروز رفيع موجود من قدام بسميه spine. طب البروز ده موجود فين؟ موجود من قدام وموجود من فوق، فبسميه anterior superior iliac spine. وعندي تحتيه واحد زيه موجود من تحت بس من قدام، فعشان كده بسميه ايه anterior، بس هنا المرة دي inferior iliac spine. وعندي اتنين زيهم من ورا، عندي هنا بروز بسميه posterior superior iliac spine لان هو من ورا وفي نفس الوقت من فوق. وعندي واحد تاني تحتيه بسميه posterior inferior iliac spine لان هو من ورا وفي نفس الوقت من تحت. الإليم لوحده كبون زي اي حاجة خدناها في الاناتومي ليها بوردرز، والإيلياك كريست كله على بعضه كده هو ده الأبر بوردر بتاع الإيليم. كده قلنا الأبر بوردر. نيجي للأنتيرير بوردر. الأنتيرير بوردر ده اللي هو ده موجود بيمتد من فين لفين؟ من الأنتيريور سوبيريك إلياك سباين اللي هو الجزء اللي فوق لغاية الأنتيريور انفيريور إلياك سباين اللي هو الجزء اللي تحتيه على طول. وبعد كده عندي البوستيريور بوردر بيمتد زي الأنتيريور بوردر من البوستيريور سوبيريور إلياك سباين لغاية البوستيريور انفيريور إلياك سباين. بس هنا احنا العظمة خدت النوتش ده، النوتش ده انا بسميه جريتر سciatic نوتش، النوتش ده كبير فبسميه جريتر، وهنا بيعدي السciatic نيرف فواخد من اسمه فبسميه جريتر sciatic نوتش. يبقى انا النوتش دي معناها جاب حاجة داخلة لجوه فبسميها جريتر sciatic نوتش. بعد كده عندي الميديال بوردر اللي هو الخط ده بيفصل لي الجزء ده جزء غويط هنا فيه فصة اسمها إيلياك فصة، وما بين الجزء ده اسمه ساكروبيلفيك سيرفيس. وهنقول كمان شوية الساكروبيلفيك سيرفيس ده عبارة عن ايه واحنا بنشرح السيرفيسز. بعد كده هناخد السيرفيس بتاعة الإيليوم. عندي الجزء ده اسمه جلوتيال سيرفيس، موجود في الجزء اللاترال من الإيليوم، موجود من بره، بسميه جلوتيال سيرفيس. اسمه جلوتيال لأن العضلات اللي بتمسك هنا عضلات الجلوتس فمتسمي على اسمها، فده الجلوتيال سيرفيس. الجلوتيال سيرفيس ده فيه 3 لاينز، 3 جلوتيال لاينز. عندي ده البوستيريور جلوتيال لاين، وعندي ده الانتيريور جلوتيال لاين، وعندي ده الانفيريور جلوتيال لاين، وكل ده اسمه جلوتيال سيرفيس. السيرفيس التاني اللي هو الإيلياك فوسا موجود في الانر سيرفيس بتاع الإيليوم، عبارة عن لارج كونكيف اريا، حاجة غويطة كده ايه لجوه. وبعد كده السيرفيس الأخير اللي هو الساكروبيلفيك سيرفيس. الساكروبيلفيك سيرفيس ده بيتكون من كذا حاجة. عندي هنا البلفيك سيرفيس وده بيكون لي الوول بتاعة البلفس، وعندي هنا الاوريكولار سيرفيس اللي هو بيعمل لي الجوينت ما بين الإليوم والساكرم اللي هو الساكرو إلياك سيرفيس. وعندي ورا خالص حاجة اسمها إلياك تيوبروزيتي. إلياك تيوبروزيتي يعني بروجيكشن كده من البون بيبقى بارز لبره بسميه تيوبروزيتي، وهو عشان في الإليوم فبسميه إلياك تيوبروزيتي. بعد كده للإسكيم. تمام، ده شكل الإسكيم. احنا قلنا ان هي موجودة من تحت ومن ورا، يبقى هي موجودة inferior و posterior. بتتكون من 3 حاجات، عندي البادي بتاعها، وعندي حاجة اسمها superior ramus، وحاجة اسمها inferior ramus. ramus يعني امتداد او فرع، فدي حاجة ممتدة كده ليها جناحين، فانا بسمي الجناح ده او الامتداد ده inferior ramus لانه من تحت، وده اسمه superior ramus لانه ماشي لفوق. الاسكيام من ورا هنا فيه بروز اسمه اسكيال سباين. الاسكيال سباين كده موجود فين؟ موجود ما بين الجريتر سciatic نوتش اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية، وموجود برضو تحتيه الليسر سciatic نوتش. يبقى انا عندي هنا جريتر عشان النوتش ده كده هنا كبير، وعندي هنا ليسر نوتش بسميه ليسر لان ده اقل من الجريتر. بعد كده في هنا بروجيكشن في البون بسميه اسكيال تيبروزيتي. الحتة دي مهمة وكبيرة لان الجزء ده بيطلع منه عضلات كتير.
بتتقسم لمربع وتحتيه على طول مثلث في نفس الشيب. المربع ده بيتقسم لجزئين، جزء من فوق ومن بره بسميه upper lateral، وجزء من تحت ومن جوه بسميه lower medial. والمثلث بقسمه لنصين بالطول، جزء lateral وجزء medial. يبقى المربع بسميه upper quadrangular part، اقسمه oblique ل upper lateral و lower medial. والتريانجولار اللي هو اللور بقسمه longitudinal بالطول لجزء lateral وجزء ميديال. كده عندي البيوبس. البيوبس بتتكون من بودي، وبتتكون برضو من superior ramus، وبتتكون من inferior ramus. والinferior ramus بتاعة البيوبس مع الانفيريور ramus بتاعة الاسكيم بيعملوا لي سايد من البيوبيك ارش، وممكن برضو اسميه اسكيوبيوبيك ramus. البادي بتاع البيوبس فيه كريست بسميه كريست اوف ذا بيوبس، بينزل منه لاترال كده تيوبريكل بسميها بيوبيك تيوبريكل. البادي بتاع البيوبس ليه 3 سيرفيس، عندي anterior surface و posterior surface وعندي medial surface اللي بيعمل لي مع الناحية التانية symphysis pubis. يبقى أنا عندي هنا symphysial surface، والجوينت ده مهم جدا. بعد كده تعالوا نعرف شوية تفاصيل عن superior pubic ramus. superior pubic ramus بتتحد مع الإليوم عن طريق الإليوبيوبيك eminence، أو بسميها إليوبكتينيال eminence. وهنا عندي لاين بسميه بكتينيال لاين. والسوبيريور بيوبيك ريمس ليها 3 بوردرز، عندي السوبيريور بوردر اللي هو البكتينيال لاين، وعندي anterior بوردر اللي هو الاوبتيوريتور كريست، وعندي inferior بوردر. وليها كمان 3 سيرفيس، عندي الاوبتيوريتور سيرفيس، وعندي البكتينيال سيرفيس، وعندي البلفيك سيرفيس. والانفيريور بيوبيك ريمس مع الانفيريور اسكيال ريمس بيتحدوا مع بعض بيعملوا لي سايد من البيوبيك ارش. احنا كده خلصنا الهيب بون. نيجي للسؤال المهم، ازاي نفرق العظمه اللي في ايدينا دي رايت ولا ليفت؟ اول حاجه هبص عليها هي البيوبيك بون. البيوبيك بون دي لازم تكون باصه لتحت داونورد، وباصه فورورد لقدام، يعني لازم اكون شايفاها قدامي فورورد وداونورد. الجزء التاني ان انا عندي الاليم ده من فوق، يعني انا لما امسك العظمه لازم اعدلها، احط الاليم من فوق. واخر حاجه ببص عليها هي الاسيتابولم. الاسيتابولم لازم يكون من بره، لازم يكون lateral. يبقى بمسك البون بحط الاسيتابولم lateral، بحط الاليم من فوق، بحط البيوبس من تحت داونورد وفورورد. بعرف كده العظمه اللي في ايدي رايت ولا ليفت. وبس كده احنا خلصنا. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.